ثلاث اسباب تخلي ده تقريبا احسن فيديو جالي من ساعه ما بدات. انا دلوقتي جوزي شغال في التصوير وفوتوشوب والليزر والخشب وحاجات زي كده، تنصحني بايه عشان اعمل صفحه تسويق؟ وانا شغال في مجال الاكسسوارات بتاع العربيات والموتوسيكل وعايز اعمل صفحه لنفسي. طيب بص، هقول لكم ليه بقى الثلاث اسباب. السبب الاولاني اللي هو ده فعلا الهدف من الفيديوهات، ان يبتدي ناس اصلا بعيد عن المجال الاونلاين والتجاره الالكترونيه تعرف معلومات، بحيث اللي هي تعرف في فرصه اللي احنا ممكن نشتغل كده يعني زيها. هي ممكن تكون شغاله في حاجات ممكن تشغلها تجاره، بس هي لسه ما تعرفش ازاي تبتدي في التجاره الالكترونيه. تاني سبب اللي هي سيده، مش ولد او راجل يعني زينا. مش عارف، عندنا هنا في مصر معتقد ان الشغل ده منحصر بس على الرجاله بس، لكن هو في الحقيقه لا، بالعكس، ده هو ينفع جدا للسيدات وسيدات البيت يعني. عشان في الاخر هو شغل بيتعمل يعني تقريبا كله ممكن 100% من على الكمبيوتر، يعني مش محتاجه تنزل، مش محتاجه تتعب او حاجه. النقطة الثالثة بقى اللي هي ما شاء الله عايزة تساعد زوجها يعني، فربنا يبارك لك فيه ويخليكم لبعض يعني. فخليني بقى اجاوبك كده حتة حتة، يعني سؤال سؤال. يعني انا هقول لك انت تعملي ايه، واللي هتعمليه ليكي هينطبق على الشغل بتاع زوجك برضه. انت بتقولي انت شغاله في مجال الاكسسوارات بتاع العربيات والموتوسيكل وكده. طب حلو جدا، المجال ده يمشي كويس جدا اونلاين. اللي هتعمليه، عايزك تعملي جروب على الفيسبوك، وعايزك تعملي بيج على تيك توك وتنزلي فيها، تدخلي بقى على اليوتيوب تشوفي الفيديوهات الاجانب اللي في امريكا اللي هي الترند او المنتشره في المجالات زي دي، اكسسوارات مثلا الموتوسيكلات، في حاجات اللي هي الليد والانوار والنيون والحاجات دي، في فيديوهات بتبقى واخده فعلا ملايين المشاهدات. تنزليها تنزلي كل يوم على الاقل من 5 ل 10 فيديوهات على التيك توك والجروب الفيسبوك برضه، يعني اللي الشغل الاثنين في نفس الوقت. هتلاقي مثلا فيديوهات عن اجانب بيتكلموا، بيشرحوا حاجات معينه في الاكسسوار العربيات والموتوسيكلات. نزليها ونزلي برنامج اللي هو كاب كات ده، واعملي فيه حاجه اسمها اللي هي السبتايتلز، اللي هو الكلام اللي ظاهر قدامك ده، ترجميه من الانجليزي للعربي. فانت كده خليتي واحد عربي ما بيعرفش انجليزي او واحد مصري، انت ترجمتي له الكلام، فعملتي فاليو او اديتي ايه، قيمه زياده ليه. فانت لما تعملي فيديوهات كده تقريبا لمده شهر مثلا او حاجه، هتلاقي ناس كتيره متابعينك او عاملين فولو او كده. تخلي دي حاجه اساسيه كل يوم تعمليها. الخطوه الثانيه تبتدي تعملي اعلانات. انت تقريبا لسه ما بداتيش خالص اونلاين. تبتدي اول حاجه خالص تعملي مسجات، يعني تدخلي على الفيسبوك تعملي حمله اعلانات مسجات. الاعلان تجيبي اعلان او صور المنتجات اللي انت بتبيعيها دي، تدخلي مثلا على علي اكسبريس، علي بابا، او اللي تشوفي صور ليها على النت وتعملي بيها اعلانات مسجات في الاول. هتبتدي كده شويه تردي على الناس، تعرفي هم محتاجين ايه، عايزين ايه، تاخدي اوردرات، تتفقي مع شركه الشحن توصليها تمام لفتره برضو معينه. هتبتدي بقى ايه، تعملي شغل احترافي شويه، تعملي زي حاجه اسمها بنسميها صفحات هبوط او لاندنج بيج. دي بتبقى صفحه بدل ما تودي الناس يبعتوا مسج، لا، بتوديهم على صفحه. الصفحه دي فيها معلومات كامله عن المنتج، صور عن المنتج، فيديوهات عن المنتج، بتخلي العميل يقتنع جدا بالمنتج بتاعك ده. بعد ما بيقتنع بيحط بياناته، اسمه وعنوانه ورقم تليفونه اللي هو عايز يشتري المنتج ده. بس انت يا اما بتتصلي بيه بتاكدي الاوردر معاه، او بتبعتي مع شركه الشحن على طول. خلي بالك مش كل الناس هتستلم، ده طبيعي خالص يعني. ممكن حتى اللي يستلم نسبه 25% او 30%. انت وشطارتك بقى بعد كده تعلي النسبه دي تخليها 60% 70%. ازاي هتعملي؟ زي اللي انت لازم كل حد يحط بياناته وتتصلي بيه وتقعدي تفهميه بالظبط المنتج ايه هو مثلا يعني. ممكن تاخدي ديبوزيت، يعني يبعت لك على انستا باي او حاجه جزء من الفلوس وبعد كده يدفع الباقي. طبعا لو المنتج بتاعك الكواليتي بتاعته عاليه، نسبه الاستلام هتبقى دايما عاليه يعني. بعد ما عملتي صفحات الهبوط دي حكايه بننط بقى بالايام ويمكن اسابيع او شهور. بعد كده بقى ممكن تعملي ويب سايت او موقع. انا برشح حاجه اسمها شوبيفاي ده بيخليكي تعملي موقع، مش لازم تبقي انت بتعرفي كودينج وبروجرامينج والكلام ده، لا، انت بتعملي الموقع، تحطي فيه بقى المنتجات بتاعتك بطريقه شيك كده وجميله، وتعملي براند معين كده او بطريقه شيك يعني حلو. وممكن تتخصصي بقى في المجال ده بس، بتاع اكسسوارات العربيات والموتوسيكلات. واحده واحده ربنا يكرمك بقى، يبقى عندك راس مال او حاجه، ممكن تستوردي، ممكن تصنعي حاجه في مصر وبتاع، ويبقى براند كبير ومشهور وجميل. انا قلت لك الخطوات اللي تمشي عليها، 1 2 3 تمام. جوزك انت بتقولي لي شغال في التصوير وفوتوشوب والليزر والخشب والحاجات دي. انا مش فاهم الفوتوشوب قصدك يعني بيعمل شغل للغير ولا ايه؟ الليزر والخشب دي ممكن يكون بيعمل حاجات
وبيبيعها، فبرضه هتعملي نفس اللي انا قلته لك في الاول، هتعملي لجوزك بطريقه منفصله، يعني حاجات جوزك تبقى ليها صفحات مختلفه او ليها مواقع مختلفه، وانت شغلك حاجات مختلفه. لو فوتوشوب هو بيعمل فوتوشوب لشغل لحد تاني، هتعملي له برضه صفحه كده جميله وينزل شغله عليه بطريقه احترافيه وكويسه، وبرضه يقعد ينزل فيديوهات كتير والشغل بتاعه كتير، هيلاقي العملاء بيقولوا له والله عايزين نعمل معاك شغل كذا كذا كذا. واحدة واحدة تعملي برضو اعلانات، مسجات او رسائل على الفيسبوك وانستجرام، وهيجي له ان شاء الله اوردرات وربنا يكرمه يعني من الواسع باذن الله. طيب انا بقى ان شاء الله قريب هعمل كورس يكون مجاني 100% على اليوتيوب. اللي انا حكيته لك ده بقى يشرحه واحد اتنين تلاتة من الناس زي كده بالظبط، لسه بتبتدي ما تعرفش اي حاجة في الاونلاين او في التجارة الالكترونية، هبتدي معاهم واحد اتنين تلاتة. يعني ايه دومين، ويعني ايه موقع، ويعني ايه صفحة، ويعني ايه اعلان، المصطلحات بقى بتاعت الاعلانات كلها واحدة كده واحدة واحدة كده بطريقة كويسة. ان شاء الله ربنا يكرم الجميع كده، وربنا يوفقك انت وزوجك ان شاء الله.